اللي جاي ياكل ويمشي يمشي من دلوقتي، ولا بالسم بقى. منى فاروق قلبت الفرح غمزة وبوسة وقال لها ارقصي، وغنى لها العروسة الحلال اهي. وأم العريس عملت حركة محدش توقعها خالص، فستان العروسة حكاية وديكورات على شكل قصر، والفنانة عارفة عبد الرسول لهفت الأنظار من الكل، ومصطفى أبو سريع لعلع الليلة. لقطات من حفل زفاف الفنان حسني شتا. ايه كواليس الفرح؟ مين الفنانين اللي حضروا؟ ازاي منى فاروق قلبت الفرح كده؟ ازاي حسني شتا احرج حماء قدام المعازيم؟ ليه الناس اتصدمت لما شافت العروسة؟ كل التفاصيل دي هتعرفوها معايا في الفيديو اللي معانا، بس خليكم مكملين للنهاية. غمز لها واداها بوسه قدام الكل وقال لها ارقصي يلا ده فرحنا، وما صدقنا خلاص بقينا لبعض وربنا هيجمعنا في بيت واحد، فخلينا نفرح بليله عمرنا اللي مش هتتكرر تاني. الفنان حسني شتا خلاص ودع العزوبية وقال باي باي، ودخل القفص الذهبي مع عروسته الاسكندرانية واللي لقى فيها كل الصفات اللي بيدور عليها. ده غير ان حب عمره اللي كان بيتمنى ربنا يجمعه بيها ويكونوا لبعض من سنين طويلة، وعمل لها حتة فرح كل اهل اسكندرية بيتكلموا عنه. ام العريس حسني شتا عملت حركة محدش توقعها، ولا يمكن تكون شفت ام عريس عملت زيها. اصلها طلعت مع ابنها على المسرح وهو رايح يستلم عروسته، رغم انه كان معاه والده، بس تقريبا عملت كده من فرحتها ان ابنها عريس. والاغرب بقى ان حسني شتا حط حماه في موقف محرج قوي قدام الناس. اصله بعد ما سلموا بنته وجه ينزل بقى مسكه من ايده وقال له بقول لك ايه، امسك العيل الصغير اللي ورانا ده عشان فستان العروسه، وكمان اقف اتصور جنبنا. وما اقولكوش بقى حماه اتخض قوي من الحركه دي ووقف وهو متوتر، ما هو برضه الواحد في الفرح ما بيكونش حاسس هو بيعمل ايه من كتر التوتر. القاعه بقى وجمالها تحس انك دخلت قصر من قصور باريس، مش قاعه، اصل الكوشه متصممه على شكل قصر، والارض بتنور الوان احمر وازرق، والترابيزات مليانه ورد لزوم الفرح. عروسة حسني شتا لبست فستان رقيق قوي وكان مكشوف من عند منطقة الصدر والظهر، أكمامه طويلة ومطرزة باللولي وفردة شعرها على ظهرها وفوقه طوق أبيض، وطبعا الطرحة طويلة لحد الأرض، ويا عيني على البوكيه بتاعها اللي مليان لولي. والحقيقة هي صدمت الناس كلها على السوشيال ميديا بسبب رقتها وهدوءها، والكل مستغرب يقول معقول لسه في عرايس بالرقة دي؟ والعريس ظهر ببدلة سودا وبابيون من أول ما دخلوا القاعة، والعريس ما بطلش رقص، أما عروسته فكانت مكسوفة لدرجة إنه قال لها يلا ارقصي بقى. واللي هيص الفرح طبعا الفنان مصطفى أبو سريع بتاع المال الحلال اهو، اللي غنى لهم العريس الحلال اهو، وده خلى حسني يغني لعروسته العروسه الحلال اهي. بس ابو سريع قلب الفرح كوميدي خالص وحب يجامل صاحبه العريس عشان المعازيم يغنوا له، وقال لهم اللي جاي ياكل ويمشي يمشي من دلوقتي والا بالسم. والعريس قعد يضحك. واللي قلب الفرح كله ظهور الفنانة منى فاروق بفستانها الشيك اللي كان متصمم على شكل وردة، أصلها حبت تكون مميزة في فرح صديقها المقرب حسني شتا. فنانين كتير شاركوا حسني شتا فرحته، منهم ماجد المصري والفنانة عارفة عبد الرسول اللي خطفت الأنظار بضحكتها وفستانها، وكمان المطرب أحمد شيبة اللي غنى لهم، وفنانين كتير جدا زي عمرو عبد الجليل وعمرو عبد العزيز ومحمد عز وغيرهم. ألف مبروك للعريس الفنان حسني شتا وبالرفاء والبنين.